يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. جبنة مسكربوني بقوام ناعم وكريمي وبمكونين 2 بس، وهتجهزيها في 5 دقايق. وأنا داليا، لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي على اليوتيوب، لايك وشير لو عجبك الفيديو. والمسكربوني طعمها وقوامها مختلف عن أي جبنة كريمي بتخش في تجهيز حلويات كتير أهمها التيراميسو الإيطالي. ولأن الجبنة المسكربوني غالية ومش بسهولة بلاقيها، فمن الأفضل إني أعملها في البيت. وهنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمكونين 2. حل على نار متوسطة، هنزل ب3 كوبايات من كريمة الطهي، قدامهم 3 معالق كبار من عصير الليمون بمعدل معلقة عصير ليمون لكل كوباية كريمة طبخ. وأول ما ارفع الحلة على النار هقلب باستمرار، ايدي ما تقفش بالتقليب خالص. لو بطلت التقليب هتجبن معاكي وتعمل كتل. انا عايزة القوام كريمي وناعم، مش عايزاه فيه حتت من الجبنة كده، فهفضل استمر في التقليب، ما وقفش تقليب خالص، عشان كل ما تقلبي كويس كل ما تطلع معاكي ناعمة اكتر. وهستمر في التقليب على نار متوسطة لحد ما الدهون تبدأ تظهر على السطح. شايفين النقط الصفراء اللي على الوش دي؟ معناها ان الجبنه كده استوت. ولو عملت علامه على ظهر الاسباتيولا وفضلت ثابته، ده كمان دليل ان الجبنه استوت. بطفي عليها واسيبها تبرد شويه، وابدا اني اصفيها في الشاشه، وبجيب طبق غويط وبحط فوقيه مصفى ضيقه واغطيها بالشاش عشان اصفي الجبنه من اي ميه زياده فيها. بنزل بالجبنه وهي دافيه، وابدا اني احطها جوه الشاش واغطيها واسيبها ليلة كاملة في التلاجة، مش اقل من 12 ساعة عشان تنزل اي مية زيادة فيها. وبحطها في التلاجة، وبعد 12 ساعة ده شكل الجبنة المسكربوني. طعمها ناعم جدا، جبنة كريمية، نسبة الدسم فيها عالية، طعمها قريب للقشطة كأنك بتاكل قشطة. ومن 3 كوبايات من كريمة الطهي جهزنا 400 جرام من الجبنة المسكربوني، ناعمة جدا وقوام كريمي وغنية قوي، بتخش في حلويات كتير، وهي المكون الأساسي في عمل التيراميسو الإيطالي. لو جربتي تعملي التيراميسو بأي جبنة كريمي عادية طعمه هيختلف تماما. لو حاسة ان سعرها غالي مش متوفرة في الأسواق حواليكي، اعمليها في البيت، سهلة جدا بمكونين 2، ما بتاخدش منك وقت، وطعمها حلو قوي، فريش طازة بدون أي مواد حافظة. هتديكي نتيجة تحفة تعجبك. ألف هنا وشفا.